السلام عليكم خياتي، ان شاء الله على فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل مهنيين وبصحه جيده. ما تنساوش تصلوا على حبيبنا المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. مازلنا في المشاريع تاع رمضان. اليوم جبت لكم مشروع. ما عليكم غير تبعوا الفيديو للاخر تشوفوا الطريقه تاعي كيفاش راح نديروا فكره رائعه اللي حابه ديروا كمشروع واللي حابه ديروه ليها. ما عليها غير تبع الفيديو للاخر تشوف الطريقه تاعي كيفاش درناه. حبيباتي ما تنساونيش في لي جيم وابوني في القناه وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وحبابكم باش تعم الفائده. شوفوا خياتي راكم تبخلوني بزاف في لي جيم، حتى لازم نهضر لكم باش هكذاك تفاعلوا مع القناه. يا اخي نورمال راكي تشوفي الاخر اني نعطيكم حاجه كيما يقولوا افكار مليحه ليكم هكذا اللي حابه دير المشاريع او يلحق لها الفيديو. ما عليكم غير ديروا لي جيم، ديروا لي لايك هذاك كي تشوفوا الفيديو باش هكذاك اللي يحب هكذا مشاريع يلحق له الفيديو باش هكذاك يرفع الفيديو يترفع ويلحق اكبر مشاهده. اخواتاتي ماشي حاجه واعره ولا. ما عليكم غير ديروا جيم فضلا وليس امر حبيبات قلبي باش هكذاك حتى انايا نزيد نمدلكم حاجات ما اكثر. اول حاجه حبيباتي نسحقوا هادوما لي شوت تاع طراشن. انا هادوما ديجا كنت خدمه منهم قبل، صافي تقعدت لي هكذا قطعه قلت علاه ما نشارككمش. وانتم اللي حابه ديروا هكذا ليها تشري قيس مترا يخرج لها واش راح نديروا. اول حاجه حبيباتي هذا القماش راهو اون دو، نطويوه على 4، تطويه على 2 ومن بعد زيدي تطويه على 4 ومن بعد نحكموا المنتصف هذيك لوبولي وجاي في الكوتي هكذا. منها رانا نمشيو باش نخدموا نص دائره تاعنا. نديروا القيس 24 سنتيمتر ونجوز ونعاودوا نديروا بالمتر كيما راهم موضح في الصوره. نجوزوا كامل المتر قيس 24 سنتيمتر 24 سنتيمتر. ولا حابه ديرها شويه صغيره مع الاخر كاع تشوفوا كيفاه الحجم تاعها تنقص في لي سنتيمتر. ومن بعد درنا الدائره تاعنا نصف دائره ومن بعد نحكموا المقص تاعنا نجوزوا له كامل على القماش كيما قلت لكم. نقطعوه هكذا بالمقص نجوزو كامل. لازم يكون بك المقص تاعكم يكون مليح يكون ماضي باش هكذاك تسهلوا القطع ما يصعب لكمش الحاله باش تقطعوه. ومن بعد نقطعوا كامل هذاك الزايد بهذه الطريقه وتجينا الدائره تاعنا. دوك نحلو بهذا الشكل كما قلت لكم. كان القماش راه كان اون دو ومن بعد انا هذيك لقيت كاش حاجه خارجه ولا نقطعها. شوفوا خياتي حبيتوا ديروا هكذا طون سور طون ديروه، ولا حبيتوا ديروا قماش واحد اخر هكذا اوني من التحت تقدروا ديروا زعما هكذا اكارو من الفوق والقماش التحتاني ديروه اوني نتوما ولا شواتكم. انا حبيت نديرو هكذا طون سور طون. صافيت القماش نفسه ومن بعد نشدو كامل بلي زيبانكل هكذايا باش ما يعذبنيش كي نكون نخيط باش ما يهربليش. راح نجوز له كامل هكذا لي زيبانكل نحطو ومن بعد نروح الماكينه تاعي راح نخيطو الدائره تاعنا كامل. نخليو قيس 1 سنتيمتر ونبيكيو كامل بالماشينه ونخليو شويه هكذا باش نقلبوا القماش تاعنا. نخليو جهه هكذا ما نخيطوهاش باش هكذاك نديروها. شوفوا خياتي اللي حابه نزيد ندير لكم مشاريع هكا رمضان ولا للعيد، ندير لكم اكسسوارات البنات للعيد، كتبوا لي في التعليقات وان شاء الله نلبي لكم رغبات تاعكم. كاين بزاف افكار ومشاريع مصغره اللي حابه تسترزق في هذا رمضان. كما قلت لكم دوك نخيطوا كامل هكذا 1 سنتيمتر. خليت جهه واحده بك ما خيطتهاش باش هكذاك نقلبوا نحيو لي زيبانك تاعنا ومن بعد نقلبوا الدائره هذه تاعنا بهذا الشكل. دوك نقلبها كامل
ونشوفوا كيفاش باش نكملوا لا سويت تاعنا. شوفوا خياتي، بعد ما قلبتها كامل بهذه الطريقه نستويها كامل، ولا ما كانش جوزي لها هكذا حديد باش هكذاك ما تعذبكش. ومن بعد واش نديرو من هذاك اللي خليناها مفتوح راح نخليو 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر، راح نخليو 2 لي سنتيمتر ونروحوا الماكينه تاعنا ونبيكيو. انا خليت 2 سنتيمتر، ومن بعد نعاود نجوز كامل الدائره بهذا الشكل. شوفوا خياتي، لي مبتدئه اللي ما تعرفش كيفاش تخاف هكذا يروح لها كي تكون تخيط، ملوبو هكذا تحبط كامل 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر ودير هكذا ان تخي، ومن بعد كي تروح تجي تبيكي على هذاك الخط اللي درته لي موالفه باينه، تعرف كيفاش دير. ومن بعد راح نزيدو نخيطو مي با 1 مليمتر، راح نجوزو كامل على صاير داير على الدائره تاعنا هكذاك باش تشدنا مليح، باش هكذا كي نديرو لاستيك تاعنا يجي هذاك التشرشيف شباب. شتو خياتي كيفاش درتها نقايتك هنا. ومن بعد دوكا واش نديرو نحكمو اللاستيك. شوفوا خياتي، انا مع الاول قطعت 66 سنتيمتر، ومن بعد جاني كبير انا نقصت شويه من اللاستيك درتو 60 سنتيمتر باش هكذاك ما يجيكمش بزاف، يجي شويه عريض. صافيت انا، ومن بعد كي خيطتو بلاصيتو ما جانيش مليح زدت نقصت له. حبيباتي ديروه 60 سنتيمتر باش هكذاك يجيكم مليح. دائما حبيباتي كي نقول لكم كي نكونوا نخيطوا احنا نديروا قياسات، ومن بعد بالك نكونوا زدنا فيها شويه ولا كي ما تجيش مليحه نقصوا فيها، يا اما نقصوا يا اما نزيدوا. ومن بعد نحكموا مساك هكذايا وندخلوا كامل في هذيك اللي خيطناها اللي خليناها قيس 2 سنتيمتر، نجوزو كامل اللاستيك تاعنا هكذا حتى نكملو. ومن بعد نخيطوا اللاستيك تاعنا كي نكملو هكذايا نشدو، يا اما تعقديه يا اما تخيطيه. شوفوا خياتي، بعد ما خيطته ومن بعد هذاك الفراغ اللي خليناه دوك نعاود نجوزلو كيما خيطت مع الاول، نغلق هذيك الفتحه اللي فتحناها اللي خليناها، نجوزو لها من الفوق ونزيد نجوزو لها من التحت. نورمالمون خياتي راكو تفهموني كيما دائما نعودكم ونقول لكم بلا ما نشرح، نورمالمون الفيديو راهو يشرح نفسه، راني نوري لكم كلش بالتدقيق. شوفوا خياتي، انا ديجا كنت دايره واحد مقبل بصح بحجم الصغير على خاطرش هذا درتو هكذا الحاجه تكون صغيره. انا خدمتو هدايا هكذا كي ديروا خبز ولا بريوش ولا كي تخلوه يخمر تغطيوه هكذا بهذا الشكل. على بها قلت لكم تحبوا تكبروه ولا تحبوا تصغروه على حسب الحجم اللي راح ديروه نتوما، على حسب الدائره اللي ديروه زعما، ولا درتوه هكذا في الطاس تاع البيتقا ولا درتوه في كاش صالادي ولا ديروه في كاش عفسه نتوما، وكيما حبيتوا تحبوا تكبروه تحبوا تصغروه. شتو انا درتوه هكذايا للبيتقا باش كي ندير كش حاجه الخبز ولا كش حاجه كي نخليها تخمر نغطيها هكذا باش ما يدخلهاش الهواء. وها بهذا الحجم الصغير هكا ديروا طباسه تاعكم تغلفوهم كي تخلوك ماكله ولا كش عفسه تغلفوهم بهذه الطريقه. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم حبيبات قلبي، ما تنساونيش ديروا لي جيم وابونيو وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليكم في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه.